السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم جميع الإخوة المتتبعين والمتتبعات في هذه القناة. اليوم عندي لكم فيديو جديد، باش ما نطولش عليكم بزاف. انطلاقة كانت من أولاد عبو في اتجاه إلى بني ملال، مدينة بني ملال. في الحقيقة كان لي الشرف أني نشارك معكم هذا الفيديو. الانطلاقة بالضبط من أولاد عبو إلى بني ملال، رفقة الإخوة الأساتذة الكرام لأساتذة بثانوية تأهيلية خالد بن وليد بأولاد عبو. واللي من أهم الأشياء في هذا البرنامج ديال هذه السفرية هو مباراة كرة القدم. لكن قبل مباراة كرة القدم غادي نمتعوكم معنا بهذه الأجواء الليلية بمدينة بني ملال. في هذا الوقت عند الوصول ضروري في أي لحظة كنحاولوا باش نوثقوها، وصور جماعية مع الإخوان كاملين. ضروري من الصور الجماعية باش نوثقوا كل لحظة. كل واحد كياخد الصور ديالو كيف ما بغا، ولكن الصور الجماعية نحاولوا باش نشاركوها معكم. وصلنا لهذا المكان اللي معروف بجبل أصميد، اللي كيطل على مدينة بني ملال. دير فيديو دير فيديو هذا القصر اللي كتشوفوه هو عبارة عن قصبة أو قصر، هو يسمى قصر عين سردون. كذلك عند اسم آخر كيحمل قصبة بالكوش، اللي هي كما كتشاهدوا كتطل على عين سردون. عين سردون هي عندها واحد القصة، هي ممكن أنكم تبحثوا وتعرفوا بزاف ديال المعلومات على هذه قصبة عين سردون. هذه القصبة اللي بناها السلطان مولاي اسماعيل سنة 1688، اللي تم البناء ديالها أول مرة، اللي كتطل على مدينة بني ملال. الغرض من البناء ديال هذه القصبة هو الاستقرار لمدينة بني ملال، وكذلك الحماية ديالها من الغزو، لأن هي هذه القصبة كتعتبر من أهم المعالم التراثية لمدينة بني ملال، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي حيث يعود من بين أهم المناطق السياحية بمدينة بني ملال. كذلك جبل أصميد اللي كيعلو بأكثر من 2200 متر. مع هذا المنظر ومع هذا المشهد الليلي ومع سماع صوت جريان الماء عين سردون، كنبقاو في الترفيه مع الأساتذة الكرام. زيد صلاح الرجل المخضرم تحياتي. اسم السميه شويه لعاب عبد الرحيم سائق الحافله. ويلكم هذا هو الكابيتان ديال الفريق، وهذا استاذ عبد اللطيف. مرحبا بكم اخويا، تحيه الناس من ملال. مرحبا بكم. تخيلوا معايا الإخوان الأجواء الليلية في هذه القصبة الشهيرة ديال بني ملال. واحد الصوت كتسمعوا ديال الشلال ديال عين سردون من هذه المنطقة هذه اللي غادي نهبطوا ليها دابا. حسب الرواية الشفهية، فقد تم تشييد هذه المعلمة من قبل قبيلة بني ملال من أجل تأمين ومراقبة أحواز المدينة وحماية العين. كما تفيد هذه الرواية أن الإنشاء هذا قد تم خلال مطلع القرن العشرين، عهدما كان يعرف بالسيبة، فكان لأفراد القبيلة رجالا ونساء وأطفالا أمر البناء، مشكلين بذلك سلسلة بشرية تزود موقع بناء البرج بمواد البناء من حجر وتراب وماء، ليشيد البرج بحزم وبسرعة للإيواء الآمن لرجال مسلحين يسهرون على مراقبة وحماية المدينة وثروتها المتواجدة خارج الأسوار. عملت هذه المعلمة على مراقبة وتأمين توزيع مياه عين أسردون بين ذوي الحقوق والقبائل المستفيدة، ويخضع توزيع مياه عين أسردون إلى تقسيم متفق عليه بين فروع قبيلة بني ملال، أولاد سعيد،
مغيلة أولاد عياد وشرفاء زاوية أحمد أبي القاسم الصومعي، وبعض العائلات من أيت سعيد وإشو العطاوية وأيت سعيد وعلي السخماني. تحياتي الأستاذ الشومي الشومي. بكل فرح. تحياتي. وأمازيغية ما عندكش معاه؟ شوية أمازيغية شرح الأمازيغية. ما عنديش على الأمازيغية، ربما الأخ كاين شي أستاذ عنده مع الأمازيغية، كتقرا الأمازيغية؟ ندير لك الترجمه ديال داكشي الفوق. دير ترجمة الفوق المهم أن ولا الفرنسية؟ هو نفس تقريبا نفس المضمون، إلا أنه هنا بالأمازيغية وهنا باللغة الإنجليزية. إنجليزية. آه. إذا هذا قصر عين السردون عين الشهير. السردون one of is one of the fourth places along the days of بني ملال إلى آخره. شكرا سي الشومي. وتحية وتقدير الإخوان جميعا المتتبعين والمتتبعات. ما تنساوش التتمة ديال الفيديو غادي يكون في فيديو آخر. ما بغيش نطول عليكم في هذا الفيديو اللي غتكون واحد الجولة في عين السردون ليلية طبيعة الحال، ومن وراها غادي تكون واحد المباراة ديال كرة القدم في منطقة البرادية. تحية لكم.